هو انا ممكن اعرف انت بتزعلي ليه دلوقتي؟ ازعقلك واطلع عينك كمان. انت محسوبه عليا، انت من لحم ودمي. لما تنزلي كده الشارع الناس هتقول عليا ايه؟ انت ليكي اخ راجل في المنطقه، ما ينفعش اللي انت بتلبسيه ده، اطلعي غيري اللي انت لابساه وبعد كده روحي جامعتك. طيب بص يا اخويا حبيبي، اروح بس الامتحان عشان ما اتاخرش على الامتحان بتاعي، ولما ارجع نتكلم في الموضوع ده ومش هلبس اللبس ده تاني. انت هتاخدي بعضك وتروحي الامتحان اللي انت قلتي عليه عشان بس ما تتاخريش، مش عشان حاجه تانيه. مفيش كلام تاني لما تيجي في الموضوع، الكلمه تتنفذ بالحرف الواحد. يلا اتفضلي. بص يا عم احمد، في موضوع شاغل دماغي وعايز اقوله لك وتقول لي رايك. اتكلم يا عم، انا اخوك الكبير اكيد هسمعك. بص الموضوع بصراحه، البت غاده اخت مودي ابراهيم، عايز اروح اخطبها، بس انا عندي مشاكل كتير، ولا عندي شقه ولا معايا حتى السيوله اللي انا اعمل اي حاجه. بص انا اخوك وهقف معاك، طالما ان انت جيت صرحتني احنا نروح له لمودي نقول له وباذن الله خير. هتقول لي يا عم تيتو عملت الجرد بتاع الدكان ولا لا؟ عشان انا مستنظر الفلوس عشان اروح اعمل بيها مصلحه يا عم. اه يا عم مودي عملت الجرد بس في عجز 2000 جنيه. بص يا عم تيتو، انا واخدك اخويا الصغير وكل حاجه، وبقول لي الدنيا كلها اللي انت اخويا الصغير، بس لما تيجي على اكل عيش اللي انا باكل منه عيش انا وامي واخواتي مش هينفع معايا الكلام ده. انا يا ابني الناس مشغلك في الدكان ده عشان خاطر تجيب لي منه البضاعه اللي انا عايزها. هتيجي تقول لي بقى في جرد 2000 جنيه ومش 2000 جنيه، شيلها انت حبيبي، طالما انت واقف في الدكان انت المسؤول قدامي. صراحه يا عم مودي عملت جرد مره واثنين وثلاثه وبرضه هم 2000 جنيه ناقصين، طب انا اعمل ايه؟ لا يا حبيبي تعمل بقى، ما تعملش الكلام ده، ما يخصنيش. زي ما انت بتيجي اخر الشهر تقول لي فين المرتب بتاعي، انا بقول لك دلوقتي فين حق البضاعه بتاعتي. يا عم مودي انا جردت مره واثنين وثلاثه يا عم مودي، بس خلاص يا عم انت عندك حق، انا هتصرف. عم الناس كلها وعم المنطقه اخويا مودي. عايزين نبقى ندخل في موضوع خير. خير يا عم احمد، انتوا ناس كويسه يعني، ما اجيش من وراكم غير كل خير ان شاء الله. هو فعلا موضوع خير، انا جاي وطالب القرب منك يا اخويا. زي ما قال لك كده طالبين القرب منك، قلت ايه؟ يا عم انتوا ناس محترمه والدنيا كلها عارفه ان انتوا ناس محترمه، ده طبعا الشرف ليا اللي انا خدت ايدي في ايد اخواتي، بس مع احترامي ليك يا حسام، هو انت معاك ايه عشان تتقدم ليه؟ بصراحه كده يا مودي. استنى انت يا حسام، بقول لك يا مودي، انت عارف حسام ظروفه على قد والشباب كلها على قدها يعني، فمشي الدنيا معايا يا عم، خير باذن الله. لا يا رجاله، انتوا نيتكم دي اصلا فوق دماغي، وانت شاب محترم والناس كلها عارفه الكلام ده، بس مهما كان برضه مش هينفع ان انا ادي اختي لشاب ولا معاه شقه ولا معاه شغلانه ثابته، وانت برضه حط نفسك مكاني، وانا مش حارم اختي عشان خاطر شاب كويس، شاب كويس هو على عيني وراسي، بس يجمع شقته ويجمع شغلانه كويسه، ويا عم قدر ان انا كلامي معاك دوت ده لوحده اثبات. يعني يا مودي انا مش فاهم حاجه، انت كده يعني ربطت معاك كلام؟ لا مش معنى كده ان انا ربطت معاك كلام، بص يا ابن الناس، خد شغلك شغلانه كويسه وهات لك شقتك وكون نفسك، وانا يا عم لو اختي موجوده انا مش هلاقي احسن منك في اي حته وسيله. مودي انت عداك العيب في كل كلمه قلتها. يلا بينا. مودي انا لسه جايه من الكليه، انا اسفه على موضوع اللبس. ولا يهمك يا غدا عادي، بس المهم انا عايز افتحك في موضوع خير كده. خير؟ خير ايه يا مودي؟ في ايه؟ عارفه حسام جارنا اللي هو اخ احمد جاي وطالب ايدي، شو قلت ايه؟ طالب ايدي؟ طالب ايدي إيه يا مودي؟ انا مش موافقه. ممكن تفهميني مش موافقه ليه؟ صراحه كده انا بحب واحد تاني.